تأهل فريق الأرواح الحالمة أو Dreaming Spirit لتصفيات المرحلة النهائية لكأس التخيل عن فئة الوسائط المتعددة أو الملتي ميديا المقامة في بولندا. وسيمثل السعودية فريق مكون من ثلاثة طلاب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقد حصد بطاقة التأهل حصدت بعد تفوق فيلمهم دعونا نأكل سويا، الذي قدم موضوع الجوع والفقر من خلال عرض المشكلة بأرقام وأسباب وتقديم اقتراح يوفر حلا عالميا لها. يندرج موضوع الفيلم ضمن الأهداف التنموية 8 للأمم المتحدة في الألفية القادمة، وتحديدا تحت موضوع القضاء على مشكلة الفقر والجوع عالميا. الفيلم حصل في التصويت العام على الانترنت على المركز الثالث عالميا، وتجاوز عدد المشاهدين 30,000 مشاهد على اليوتيوب لهذا الرابط. And the answer for this question is puppetry. There are people around the world fighting a brutal enemy. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا من الرياض محمد المصري، كاتب ومخرج الفيلم لنأكل سويا أو المشارك في المسابقة. محمد، أهلا وسهلا بك. بالأمانة يعني الفيلم جميل جدا، يعني كيف جاءتكم الفكرة وكيف كان التنفيذ؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد وحياك الله. في البداية أحب أشكر نيابة عني وعن زميلي المخرج والمصور المهند الكدم القناة على استضافتها واهتمامها بالعمل. طبعا فكرة جاءت أولا اخترنا الفكرة من أحد المواضيع المطروحة للنقاش في المسابقة. كانت يعني هناك 8 مواضيع، وهي 8 أهداف بالأصح للأمم المتحدة تريد تحقيقها خلال الألفية القادمة. منها هي قضاء على الفقر الشديد والجوع. طبعا هذا الموضوع اهتمينا به وجات يعني وركزنا عليه لانه مشكله عالميه فعلا، وايضا هي محزنه في نفس الوقت. فاخترنا الموضوع هذا وبدانا البحث فيه بشكل كبير حتى وصلنا الى فكره يعني نعتبرها جيده. ولكن محمد يعني كان واضح هناك يعني مهارة في تنفيذ هذا الفيلم، مهارة في الإخراج. هل اعتمدتم على مهاراتكم أم اعتمدتم على مؤسسات أو جهات متخصصة في هذا العمل؟ طبعا لازم أوضح نقطة أنه الفيلم هذا كان من يعني في جميع نواحي الإنتاج فيه كان من عمل طلاب وأشخاص يعني هواة للموضوع. فطبعا زي ما شاهدتوا احنا حرصنا ان نكون في العمل يعني ما نكون مملين، نكون متنوعين في طرحنا. استخدمنا تقنيات واساليب كثيره، منها زي ما انتم شايفين الموشن جرافيكس والمشاهد الدراميه والمقابلات الحيه مع الجمهور والاداء الصوتي المؤثر. ايضا استخدمنا تقنيه الكروما اثناء التصوير، واظن يعني معروفه وهي باختصار التصوير امام خلفيه خضراء ثم اضافه الخلفيه المناسبه اللي يريدها المخرج او كاتب السيناريو بعد التصوير. طيب جميل محمد، يعني انتم الان شاركتم في المسابقه، يعني تاهلتم للمشاركه في الاساس للمسابقه. هل تتوقعون ان يكون لكم حظ في الفوز بمراكز متقدمه في هذه المسابقه؟ وماذا يعني يحاول محمد المصري وزملائه بعد هذا الفيلم؟ هل يحاولون مثلا انتاج فيلم سينمائي ضخم بهذه الامكانيات التي شاهدناها؟ والله فريق أرواح حالمة من المهند والكدم متحمسين جدا للعمل. طبعا الإيماجين كاب كانت يعني انطلاقة جميلة وتجربة ممتعة، يعني فتحت أمامنا آفاق كثيرة. بالنسبة للحظوظ في الفوز، والله احنا نعد بشيء واحد، هو أن نبذل قصارى جهدنا وأقصى ما عندنا بأنه نخرج بشكل أو نشرف اسم المملكة واسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذه المسابقة. وزي ما يعني يمكن يعرف البعض أنه المسابقة حتتم خلال 36 ساعة تقريبا، منافسة بين 6 فرق متأهلة، وأكيد حتكون منافسة قوية وممتعة كذلك. طيب جميل، يعني أنا نوعدك أن نعمل مقابلة إن شاء الله إذا فزتم بمراكز متقدمة، هذا إذا فزتم يعني. بس سؤالي الآن، هل تحاولون وباختصار الفوز والحصول على أفلام أخرى جديدة في المستقبل القريب؟ طبعا يعني طموحنا يتعدى مسابقة هذه. يعني هناك مسابقات محلية ومسابقات على مستوى المنطقة مثل المهرجان الخليجي السينمائي يعني السنة القادمة بإذن الله حنحاول تكون لنا مشاركة وبصمات واضحة في هذه المسابقات.
والاستحقاقات يعني العالم المحلية، وبعدين نفكر في العالمية بإذن الله. بالتوفيق لكم دائما. محمد المصري الكاتب والمخرج لفيلم لنأكل سويا المشارك في مسابقة Imagine Cup، شكرا جزيلا لك.